تبدو خائفا من خيالك. هذه نقطة مهمة جدا في مسألة هل هم يريدون أن يوحون بشيء؟ لا، الواقع أنهم خائفون، الواقع أنهم يتصورون أنهم أن أحدا يمكن أن يحدث ضدهم يعني أضرارا. يعني أنت لديك خبر، يعني الخبر المنشور في جريدة الشروق له يعني له أمر كاشف في هذه العملية. الشروق نشرت الخبر اللي هو بتاع الحكومة لم عقدت 5 مؤتمرات بره مجلس الوزراء وفي أماكن سرية ومخابئ سرية. عندما تدخل على جوجل الآن لكي تبحث عن هذا الخبر تجد عناوين وتجد إشارة إلى أنه منشور في الشروق، ثم لا تجد الخبر لأنه الخبر نفسه جرى حذفه تماما. هذا الحذف أنا في تقديري أنه لابد أن يكون من خلال اتصالات جرت من قبل أجهزة في السلطة، اتصلت بجريدة الشروق من أجل حذف هذا الخبر، لأنه لو كان لديهم تصويبا عليه لنشر التصويب بجانب الخبر الرئيسي، يعني نشر تكذيب هذا الخبر. لكن عملية حذف الخبر بشكل كامل هذا يؤكد أنه الحكومة أو سلطة الانقلاب لا تريد لمثل هذا الخبر أن يعلم به المصري الرأي العام في مصر، لأن معرفة الرأي العام في مصر أننا أمام حكومة تخشى من خيالها على هذا النحو وتعقد مؤتمرات في مخابئ وملاجئ وأنفاق. أعتقد أن هذا يضر بالحكومة، يضر بفكرة يعني تقديمها لنفسها على أنها حكومة قوية. طيب أنت تقول أن نقل الاجتماعات من مكان إلى آخر هو يضر بشكل الحكومة على أنها ترسخ للأمن بشكل كبير وأن الوضع الأمني مستقر في الشارع. بالضبط، يعني لأنه في نقطة مهمة جدا عايز أقول لحضرتك عليها. لما جه الرئيس محمد مرسي وقعد يقول إنه في ناس متآمرين عليه في خطابه قبل الأخير، وتحدث عن الذين يتآمرون على الدولة، إن في ناس كتير جدا من المصريين قالوا الله وإحنا جايبينك تحمينا ولا إحنا هنحميك. يعني فكرة أنت دائما لدى الناس أنت دائما تمثل مصدر الحماية، أنت كسلطة تمثل مصدر الحماية. فإذا عجزت أنت على أن تحمي الناس أو عجزت على أن تحمي نفسك وتحول الأمر بالنسبة لك إلى هذا الأمر أنك أنت الحكومة نفسها لا تستطيع أن تعقد اجتماعاتها في مقرها ودايرة طول الوقت تلف، وبعدين ما تعلنش عن موعد الاجتماع أو مكان الاجتماع إلا لما تنعقد. يعني أعتقد أن هذا يسيء، وبالتالي لا يمكن لمثلي أن يتصور أن الحكومة بتصدر هذه الصورة بالزور لكي تؤكد على أن الطرف الآخر طرفا إرهابيا يهددها. طيب هذا طبعا إضافة ضمن السياق إلى قرار آخر صدر عن طارق المهدي محافظ الإسكندرية، والذي قرر فيه نقل حفل مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته 29 من أحد فنادق الكورنيش إلى قاعدة القوات البحرية برأس التين. هذا القرار أثار جدلا كبيرا، كيف تراه أيضا من وجهة نظرك؟ هذا ليس يتعلق بالحكومة، يتعلق هنا بالمهرجانات حتى الدولية التي ترسم أو ترسخ صورة مصر أمام من يأتي ليحضر هذه. احنا كان لدينا ملاحظة أبديناها فيما سبق فيما يختص بالشاشات التي تعلن أن مصر في حرب على الإرهاب، الشاشات الفضائيات الخاصة أو التلفزيون الرسمي. قلنا أن هذا أكبر دليل على أن هؤلاء لم ينجح انقلابهم. بعد ذلك بأيام من إعلاننا لذلك فوجئنا بهذا الشعار وقد رفع باعتبارها أنها شعار طارد حقيقة للسياح، وشعار يؤكد أننا أمام حكومة غير مستقرة أو نظام غير مستقر في مصر. الآن يعني عندما يقال ويقدم أمام العالم كله أن مهرجانا دوليا بهذا الشكل كمهرجان القاهرة السينمائي يعقد في قاعدة حربية، أعتقد أنها رسالة ليست يعني في اسكندريه. مهرجان القاهره السينمائي يعني لا، هذا مهرجان اسكندريه السينمائي. نعم، مهرجان اسكندريه وهو مهرجان دولي في جميع الأحوال. وهذا المهرجان الدولة عندما تعقده في قاعدة حربية، أعتقد هي قاعدة حربية في النهاية، يعني أنت في نهاية الأمر تعقده قاعدة عسكرية تتبع الجيش. أنا أعتقد أنت تصدر رسالة سيئة جدا عنك أنت كسلطة في مصر، تقول أنك جئت بالإرادة الشعبية وأنك تريد أن تنهض بالاقتصاد المصري وأنك تريد للسياح أن يعودوا وتفتخر أن هناك رحلات سياحية بدأت تأتي إلى مصر. أنت هنا تقدم صورة على أنك أفشل من أن تعقد مؤتمرا في قاعة عادية الأوبرا أو غيره،
وتحمي هذه القاعة. يعني أنت تنتقل بمهرجان على هذا النحو لتعقده في قاعة عسكرية، أعتقد هذا أمر لكن خطير جدا. ألا تعتقد يعني أن القرار مبرر؟ ألم تكن الصورة ستصبح أسوأ إذا ما حدث احتجاج في محيط مثلا مقر انعقاد هذا المهرجان، أو حدثت لا قدر الله يعني هجمات بشكل أو بآخر على أنا أرى أن الأمر له ما يبرره. ما يبرر هذا الأمر أنك أمام سلطة غير طبيعية في البلاد. يعني هذا نعم، يعني هم عندما يعقدون هذا المؤتمر في هذه الأماكن، يعني أنت عندك العسكريون خرجوا من القاعات العسكرية والمدنيون يدخلون القاعات العسكرية. يعني عندما يحدث هذا، عندما تكون هذه الصورة التي تقدم عن مصر، أنا رأيي أن هناك ما يبرر تقديم هذه الصورة، لكن هذا التقديم لهذه الصورة في نهاية الأمر دليل على أنك في وضع ليس طبيعي. يعني